علشان نعمل بروجكت احنا هنفتح اليونيتي هاب، بعد كده هندوس نيو بروجكت. هنا بقى عندنا كذا اختيار. عندنا اليونيفرسال 2 دي، احنا عايزين ده. اختاروا الاسم اللي انتوا عايزينه، بعد كده دوسوا على create project. هو اول مره بس هيقعد يحمل وقت طويل، بس المرات اللي جايه مش هياخد الوقت ده كله. اول ما يفتح البروجكت هتلاقوا دلوقتي ده الشكل اللي على الشاشه بتاعتكم. اول حاجه هنعملها خالص هنحط سكوير. هنروح هنا ندوس على جيم اوبجكت 2 دي اوبجكت، بس مش لازم تدوس، ممكن تعملوا هوفر بالماوس بس. سبرايت، بعد كده سكوير. حطينا سكوير، ممكن بقى نخليه يتحرك من الزرار ده. دوس عليه، يعني هو ممكن يحط لكم ده في الاول. دوسوا على ده، ظهر لكم سهم على الاكس اكسس، هيتحرك يمين وشمال بس. عندكم سهم برضو على الواي اكسس، يتحرك فوق وتحت بس. احنا بقى لو عايزين نحركه في اي مكان موجود فيه الماوس، عندنا مربع الازرق ده، دوسوا عليه هيتحرك في اي مكان. عندنا التول اللي بعديه الروتيت، ممكن نلف الاوبجكت من ده، ولكن لازم تلفوه على الدايره الزرقاء دي. يعني لو حاولتوا تلفوه على الاحمر ده، بصوا اللي هيحصل، بقى شكله غريب. على الاخضر نفس الحاجه، عشان احنا لما بنغيره على الاحمر وعلى الاخضر كده بنغيره على الاكس والواي، كاننا بنلفه في 3 دي. ولكن احنا عشان نلفه في 2 دي فقط لازم نلفه على الازرق بس عشان يلف لنا على الزد. عندنا التول اللي بعديه السكيل تول، خليه يكبر كده او كده، اكس وواي. عندنا المربع اللي في النص ده هيكبره وهيصغره في 2 اكسيس.